نعيم السليتي يقترب من النادي الإفريقي. هل اقتربت صفقة الحلم من الإعلان الرسمي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم سنتحدث عن الخبر الذي يشغل جماهير النادي الإفريقي خلال الساعات الأخيرة، وهو اقتراب الدولي التونسي نعيم السليتي من الانضمام إلى فريق باب الجديد. الأنباء المتداولة تشير إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تطورات إيجابية، وأن هناك تقارباً كبيراً في وجهات النظر، ما جعل الكثيرين يتوقعون أن الإعلان الرسمي قد يكون قريباً إذا تم الاتفاق على آخر التفاصيل. فهل اقتربت الصفقة فعلاً؟ وماذا سيضيف السليتي للنادي الإفريقي؟ وهل ستكون هذه أكبر صفقة في البطولة التونسية هذا الصيف؟ دعونا نستعرض كل التفاصيل. السليتي اسم لا يحتاج إلى تعريف. عندما نتحدث عن نعيم السليتي فنحن نتحدث عن لاعب يملك مسيرة احترافية مميزة. لاعب سنوات طويلة في الدوري الفرنسي، وتألق مع أندية مثل ديغونوليل قبل أن يخوض تجارب في الدوريين السعودي والقطري. كما كان أحد أبرز لاعبي المنتخب التونسي، وشارك في كأس العالم وكأس أفريقيا، واكتسب خبرة كبيرة في أعلى المستويات. ولهذا السبب فإن أي ناد ينجح في ضمه سيكون قد كسب لاعباً يملك الجودة والخبرة والشخصية. لماذا يريده النادي الإفريقي؟ بعد الموسم الماضي أصبح واضحاً أن إدارة النادي الإفريقي تريد بناء فريق قادر على المنافسة على جميع الواجهات. الفريق سيخوض البطولة وكأس تونس والاستحقاقات القارية، ولذلك يحتاج إلى قائمة قوية ولاعبين أصحاب خبرة. ومن هنا جاء الاهتمام بنعيم السليتي، لأنه لاعب قادر على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ويملك القدرة على صناعة اللعب وصنع الفارق في المباريات الكبرى. تطورات جديدة في المفاوضات. في البداية لم تكن المفاوضات سهلة، كانت هناك بعض الاختلافات حول الجوانب المالية، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات لفترة قصيرة. لكن خلال الأيام الأخيرة عادت الاتصالات بين الطرفين، وتشير عدة تقارير إلى أن المفاوضات شهدت تقدماً ملحوظاً، مع تقارب في وجهات النظر حول أغلب تفاصيل العقد. بل إن بعض المصادر تحدثت عن أن السليتي موجود في تونس لاستكمال المفاوضات، رغم أن هذه المعلومة لم يؤكدها النادي رسمياً. لماذا تعتبر هذه الصفقة مهمة؟ إذا نجح النادي الإفريقي في التعاقد مع نعيم السليتي فإنه لن يضم لاعباً عادياً، بل سيضم لاعباً يملك خبرة دولية كبيرة، قدرة على اللعب على الجناحين أو خلف المهاجم، مهارة في المراوغة وصناعة الفرص، شخصية قيادية داخل الملعب، خبرة تساعد اللاعبين الشبان على التطور. كما أن وجود لاعب بهذا الحجم قد يمنح الفريق حلولاً هجومية إضافية في المباريات المحلية والإفريقية. ماذا سيستفيد النادي الإفريقي؟ السليتي يمكن أن يمنح الفريق إضافة كبيرة من الناحية الفنية، فهو لاعب يعرف كيف يتعامل مع الضغط، ويملك خبرة في المباريات الكبيرة، ويستطيع تغيير مجرى اللقاء بتمريرة أو مراوغة أو تسديدة. كما أن خبرته ستكون مهمة جدا في غرفة الملابس، خاصة مع وجود عدد من اللاعبين الشبان. الجماهير تعيش على وقع الترقب. منذ انتشار أخبار اقتراب السليتي اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي الإفريقي. الجماهير بدأت تتخيل اللاعب بقميص الأحمر والأبيض، واعتبرت أن هذه الصفقة ستكون رسالة قوية لكل المنافسين. لكن في المقابل هناك من يطالب بعدم التسرع وانتظار الإعلان الرسمي قبل الاحتفال بالصفقة. هل الصفقة حسمت؟ هنا يجب أن نكون دقيقين. رغم أن أغلب التقارير تتحدث عن تقدم كبير في المفاوضات، لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي من النادي الإفريقي أو من نعيم السليتي يؤكد توقيع العقد. وهذا يعني أن الصفقة ما زالت في مرحلة التفاوض، حتى وإن كانت المؤشرات تبدو إيجابية. ماذا نتوقع في الساعات القادمة؟ إذا تم الاتفاق على آخر التفاصيل فمن الممكن أن يصدر الإعلان الرسمي في أي وقت. أما إذا ظهرت عقبات جديدة فقد تتأجل الصفقة من جديد. لكن المؤكد أن هذا الملف سيكون من أكثر الملفات متابعة خلال الأيام المقبلة، لأن الجميع ينتظر معرفة القرار النهائي. الخاتمة في النهاية، يبدو أن نعيم السليتي أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى النادي الإفريقي بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها المفاوضات في الأيام الأخيرة. لكن وحتى لحظة تسجيل هذا التقرير لا تزال الصفقة في انتظار الإعلان الرسمي، لذلك يبقى الحسم النهائي مرتبطاً بإتمام آخر الإجراءات. والآن جاء دوركم. هل تعتقدون أن نعيم السليتي سيكون أفضل صفقة للنادي الإفريقي هذا الموسم؟
وهل يستطيع قيادة الفريق إلى المنافسة على جميع الألقاب؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار النادي الإفريقي. ولا تغادروا قبل نهاية الفيديو، لأن هناك مفاجأة خاصة في آخر الفيديو.